يا مساء الفل والجمال على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة يا جماعة، الموضوع مش قصة عادية. هنتكلم عن الترند اللي قلب البيوت ومقسم العيلة الواحدة لفريقين: نظام الطيبات. وقبل ما أي حد يشمر إيده ويكتب لي كومنت هجومي، ركزوا معايا في الكلمتين دول. أنا النهاردة لا دكتورة تغذية ولا طالعة أقول الصح والغلط. أنا النهاردة جاي أحكي لكم قصة من قلب الواقع عن اللي بيحصل في بيوتنا. إحنا هنناقش الموضوع بأسلوب فكاهي ونشوف الصراعات الدرامية اللي بتحصل بين التوست والزبدة وبين المحشي والملوخية. قصتنا خيال مؤلف بس مستوحاة من شوية خناقات بنشوفها كل يوم. الهدف إن إحنا نضحك ونفكر شوية، وفي الآخر نظام حياتك أنت المسؤول عنه، مش أي حد تاني. لو انتم من مشجعي الطيبات أو من عشاق البقوليات، اقعدوا جنب بعض وارموا الأسلحة من إيديكوا، ويلا بينا نشوف سوسن وعادل عملوا إيه في بعض. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. المكان المطبخ، الساعة 7 الصبح. سوسن واقفة بترص برطمانات النوتيلا والمربى وزيت الزيتون وصوابع الزبدة وتوست الحبة الكاملة كأنها فاتحة سوبر ماركت. وعادل بيدخل بيفرك في عينيه لأنه لسه صاحي من النوم. صباح الخير يا سوسن، عاملة ايه يا روحي؟ حضري لي الفطار بسرعة، أنا متأخر. وبينتبه للنوتيلا والحاجات الكتير المرصوصة. ايه ده؟ هو في عيد ميلاد النهاردة ولا ايه؟ ايه كمية النوتيلا والمربى دي؟ وسوسن بجدية: أولا صباحو يا عمري. تاني حاجة، دي مش علشان عيد الميلاد يا عدولة، ده إعلان استقلال أمعائنا. من النهاردة مفيش لبن ولا بيض ولا جبنة ولا حتى رغيف عيش بلدي واحد يدخل البيت. من النهاردة نعم لنظام الطيبات. وعادل بذهول: نعم؟ يعني ايه؟ هنفطر نوتيلا ومربى؟ مش انتي كنتي بتقولي السكر بيموت؟ انتي سخنة يا روحي ولا ايه؟ ايه اللي جرالك؟ ده انا كنت بجيبلك كيس الفول من على العربية مع تاني لقمة بلاقيكي نصفت الطبق. ده كان زمان يا عدولة خلاص، قبل ما المستخبي يبان وكله يتكشف. السكر في الفاكهة، اللاكتينيات دي هي اللي بتموت، لكن النوتيلا مسموحة والمربى مسموحة والزبدة كمان مسموحة. الطيبات بتقول نضف أكلك ترتاح. فطارك النهاردة توست حبة كاملة غرقانة زبدة وعسل، أو نوتيلا لو حبيت، علشان تاخد باور كده، واللي يزعلك في الشغل تديله في وشه. انت بتتكلمي بجد؟ وحياة أمك بتتكلمي بجد؟ بكرة تدعيلي وتقولي يا سوسو يا اللي مظبطة حياتي، من غيرك مش عارف أعمل إيه. وعادل بيمسك التوست: لا، من دلوقتي أنا مش عارف أعمل إيه. وتوست؟ توست ليه يا روحي؟ توست ليه؟ ماله العيش؟ اشتكى من إيه؟ ماله الفينو السخن اللي كنت بحط فيه الجبنة الرومي والخيار واخده الشغل؟ هعملوا لك إيه؟ وسوسن بتصرخ: يا لهوي يا ناس، انت عايزني اصوت والم عليك الجيران؟ ما انا لسه بتكلم وبشرح لك اهو. عيش يعني دقيق؟ ايه، عايز تسد شرايينك؟ التوست الحبة الكاملة هو الكينج، والقهوة بتاعتك بزيت الزيتون يا عدولة علشان تديك باور ما كنتش تحلم بيه. وانسى بقى خالص حوار عندي امسك يا سوسو، هتتدلع يا عدولة وترجع شباب. قهوة بزيت الزيتون؟ ليه؟ هو انا موتور عربية؟ انا عايز كوباية شاي بلبن، كوباية شاي بلبن يا ولية. يا، انت عايز تشرب افرازات حيوانية؟ اللبن ده سموم. اشرب القهوة بالزيت وانت ساكت، ده هيخلي جسمك مية مية. يا علي يا سوسو، هو كل حاجة ترند لازم نجربها؟ يا ستي ما احنا طول عمرنا بناكل ونشرب من الأكل ده والدنيا ماشية زي الفل. وبعدين البت نور عندها مدرسة ومش هتاكل بيضة حتى ولا تشرب كوباية لبن تسند قلبها؟ طب مش هتاخد معاها سندوتشات جبنة
وشوية فاكهة. نور خلاص خدت سندوتش مربى وتوست ونزلت من 10 دقايق، وأي خضار أو فاكهة في لانش بوكس البنت يا عادل هعتبره شروع في تكسير قواعد سوسو، ومش هرحم، وقد أعذر من أنظر. عادل حس إن مراته اتجننت خالص، ودخل الأوضة ولبس علشان كان متأخر على الشغل. وهو طالع لقى مراته محضرة له اللانش بوكس: سندوتشاتك في جيبك، أكلك معاك، اللي يحاول يوزك كده ولا كده افتكر إني عندي حاسة سادسة وهعرف يعدوله. ربنا على المفتري. سلام يا أختي. نزل عادل وركب الأتوبيس، وفي الطريق اتصل على صاحبه ياسر: صباح الفل يا عادل، ايه الأخبار؟ وصلت ولا ايه؟ لا يا حبيبي، يا دوب لسه راكب ومتقدر على الآخر، والله ما فطرتش. الولية منها لله مجوعاني، وشكل الأيام اللي جاية كلها نكد. عملت لها ايه بس يا ابني؟ هو انت ايه ما بتحرمش؟ قال ايه ده ممنوع تاكله، وده مسموح تاكله، وفي الآخر نزلت من غير أكل. تخيل، قهوتي اللي بتظبط يومي حطالي فيها زيت زيتون، أشربها ازاي دلوقتي؟ الله يخلي لي بطة مراتي. بقول لها بقولك ايه، تعالي نجرب نظام الطيبات اللي بيقولوا عليه ده. قالت لي ده أنا عاملة لك النهاردة بطة بالبرتقان ومحشي كرنب، لو مش عايز أديهم للجيران. قلت لها سك يا بطة، بلا نظام طيبات بلا غيره، طول عمرنا بناكل والحمد لله. وبعدين يا أخي، هو حد عارف البقر والجواميس بياكلوا إيه علشان يقولك كل لحمة وبط وفراخ؟ لأ، إحنا بنروح نشتري من المحلات، لكن التصنيع بقى في المنتجات ونظافة الحاجة واللي بيتحط فيها ده بتاعهم قدام ربنا بقى. حتى الجواميس نعرف منين إن مش واخدة حقن؟ وحتى السمك يا سيدي وكله، أنا كمشتري مش هعرف حاجة، ولو فكرت في ده كله يبقى مش هناكل وهتأذي برضه. تقول لي مين بقى؟ كل ما يطلع ترند تقولك أجربه، مرة تقولك نظام دكتور مين، ومرة حد يقولك اشرب مية 3 أيام وما تاكلش، ومرة حد يقولك كل بيض وتمر لمدة 10 أيام، وسوسن زي الهبلة ماشية ورا الكل. ما تعرفش إن مفيش واحد ربنا خلقه زي التاني. الولية خلاص اتجننت. معلش معلش، يومين ويروحوا لحالهم، ما انت عارفها. يلا انا جايب اكل معايا ونفطر سوا، قدامي ربع ساعة واكون في المكتب. ماشي يا سيدي، هستناك، سلام. وبعد وقت بسيط عادل وصل الشركة، وأول ما وصل وقعد لقى زميلته منى بتفطر نوتيلا وهي فرحانة، ونهى فاتحة علبة تونة، وعادل بيهمس لنفسه: حتى هنا كمان في نوتيلا؟ مالك يا عادل، وشك مخطوف ليه؟ ما تيجي تاخد لك لقمة، أنا عارفة إن أنت بتحب السكريات. تصدق يا منى، النوتيلا دي طلعت طيبة جدا، وأنا اللي كنت ظالمها. بس المشكلة في العيش اللي في إيدك، ده دقيق أبيض، يعني دمار شامل. دمار إيه يا ابني؟ ده فينو طالع من الفرن يجنن. سيبك يا عادل من العك كده، خد لك شوية بروتين، تونة صافي. تونة؟ لا لا لا، دي لاكتينيات وبقوليات بحر، انت مش فاهمة يا نهى، دي هتدمر أمعائك بالبطيء. السمك ده ممنوع، والبيض ممنوع، انتوا كل اللي بتعملوه ده غلط في غلط. ونهى بتبص لمنى: هو عادل جراله ايه؟ في ايه ماله؟ وعادل بيطلع علبة فيها توست بالزبدة والقهوة اللي بالزيت. أنا بقيت طيب يا جماعة، والقهوة دي هي اللي هتخلي ذكائي خارق، بس مش عارف ليه حاسس إني عايز أرجع. ذكاء إيه؟ ده أنت بقيت شبه التوست اللي بتاكله، ارحم نفسك يا عادل. وبعد شوية جه ياسر وخد عادل على مكتبه وبدأ يفطر معاه، وهو عمال يضحك: بطل ضحك بدل ما أسيبك وأقوم. مش هتقدر، الأكل جامد وأنت جعان. يوه، أنت بتعايرني؟ يعني عاجبك الهم اللي أنا فيه؟ يا عم خلاص كبر دماغك، خدها على قد عقلها، يومين وهترجع زي ما كانت.
وبعد ما خلص الشغل جاله تليفون من مامته وقالت له يجي يتغدى معاها. وأول ما راح شم ريحة المحشي اللي قلب الدنيا. تعالى يا حبيبي، عملت لك محشي باللحمة المفرومة والسمنة البلدي زي ما بتحب بالظبط. أيوة كده، أخيرا هاكل أكل حقيقي. بس قوليلي يا ماما، هو المحشي ده فيه خضرة؟ طبعا يا حبيبي، هو في محشي من غير خضرة؟ هي مصيبتي، دي الخضرة ممنوعة. سوسن لو عرفت هتقلبها ضندرة. بقولك يا ماما، هل لو سألتك قولي لها إن أنت عاملة المحشي برز واللحمة بس. يا ابني دي خضرة، دي خلقة ربنا علشان الهضم يا حبيبي. أيوة يا ماما، دي خلقة ربنا، بس نظام الهانم منعه. هي لو شمت ريحة إني كلت محشي فيه خضرة يا ماما هتقلب الدنيا. ده أنا أقنعتها بالعافية إني أجي أتغدى معاكي. دي ممكن تعمل لي غسيل معدة بمية وملح. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ابني. طب كل وانت ساكت، ده أنا عاملالك شوية محشي ورق عنب يستاهلوا بقك. أيوة ماما، هو ده الكلام ولا بلاش؟ بقولك إيه، ده أنا حاسس إني بقيت واحد بيتاجر في المخدرات، مش واحد بياكل عند أمه. معلش يا حبيبي، ما انت عارف مراتك يومين وترجع زي ما كانت. وبعد ما خلص عادل أكله قعد مع مامته شوية يتفرج على التلفزيون. وبالليل رجع على بيته لقى نور بنته قاعدة بتعيط قدام التلفزيون. مالك يا نور، بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ يا بابا أنا زهقت من المربى والعسل والتوست. ماما فطرتني مربى وتوست وغدتني شوية رز وبطاطس. أنا نفسي في سلطة، نفسي أكل خيار يا بابا. وسوسن بتطلع من المطبخ، عايزة تاكلي خيار؟ انت عايزة تدمري أمعائك يا نور. الخضار ده للأرانب مش للبشر. وعادل بينفكر فيها. لحد هنا وبس يا سوسن، البنت جسمها محتاج فيتامينات. انت منع الفاكهة والخضار والبيض واللبن ومعيشنا على ايه؟ على السكر والزبدة. دي مش عيشة، ده نظام عالمي يا عادل. انت مش شايف صحتك بقت ازاي؟ ده انا هو يوم وشوفي بقينا عصبيين ازاي. بنخاف من الأكل أكتر ما بنخاف من المرض. على فكرة، أنا أكلت عند أمي محشي بالخضرة وما جراليش أي حاجة، بالعكس هي ردت فيا الروح. أنت بتهزر؟ أكلت ألياف؟ أنت خنت النظام يا عادل. نظام إيه وزفت إيه بقى؟ أنا عايز أرجع أكل طبيعي، ما أكونش خايف من أي حاجة. يا ست اللي يتعبنا بلاش منه، لكن طول عمري باكل الأكل ده ومبسوط بيه وما بتعبش منه. ليه بقى تحرميني منه؟ سوسن اتضايقت جدا وسابتهم ودخلت أوضتها. معلش يا حبيبتي، انت عارفة مامتك، يومين وتتعدل. وبعدين بقى يا بابا، أنا استنى كمان يومين؟ معلش، أنا هجيبلك الأكل اللي انت عايزاه. وبعد وقت سوسن كانت قاعدة وفكرت في كلام عادل، وفضلت أسبوع تقرا كتير عن الموضوع ده. وعادل بحذر، وصلت لإيه؟ هترمينا من البلكونة علشان أكلنا النهاردة خيار؟ وصلت لإن الطيبات ممكن يكون مريح ليك في وقت معين، بس مش سجن نعيش فيه العمر كله. مفيش نظام واحد ينفع لكل الناس. هو عادل بفرحة، هي يعني دلوقتي ممكن آكل بيض عادي؟ ممكن. ونور تاكل السلطة اللي نفسها فيها. كل واحد حر، وجسم كل واحد فينا هو اللي بيقول. اللي يريحك كله، واللي يتعبك ابعد عنه، من غير يعني ما نكفر بعض ونحارب بعض في الأكل. ونور بتمسك الخيارة وبتقطمها. الله يا ماما، أنا بحب الخيار أكتر بكتير من النوتيلا. يا سلام، من بكرة هشرب قهوتي وهتبقى بلبن مش بزيت زيتون. وتاني يوم كلهم كانوا بياكلوا فطار متنوع، وسوسن كانت مبسوطة وهي شايفة بنتها بتاكل الأكل اللي نفسها فيه، والبيت رجع كله فيه سلام نفسي. الخلاصة، كلنا مش زي بعض، أجسامنا مش زي بعض، واللي ينفعك ما ينفعش غيرك. انت الوحيد اللي قادر تحكم
اللي يريح جسمك واللي يتعبه، ومهما كان مش هنخسر بعض، ولا هنغلط في بعض، ولا هنحارب في بعض علشان الأكل والشرب. استنوني في قصص تانية كتير. باي باي.